ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. علشان نعرف ازاي نفكر بشكل ايجابي او ازاي نكون ايجابيين، في قصة انا حابب احكيها لكم. كان في مرة مزارع ساكن في الضواحي بتاعة المزرعة، عايش حواليه مزارعين تانيين. المزارع ده كان عنده فلسفة مختلفة عن باقي المزارعين. المزارع ده كان عنده حصان في يوم وجاب له سرج حطه على ظهر، فالحصان ده هرب. فجم المزارعين خبطوا على باب بيته وقالوا له الحق الحصان بتاعك هرب. فقال لهم مين عارف، ممكن يكون ده حظ حلو او ممكن يكون حظ وحش. فمشوا المزارعين وهم عمالين بيفكروا في الكلام اللي هو بيقوله ده، يعني ايه ممكن يبقى حظ حلو اللي حصل ده ازاي. بعد كده الحصان رجع تاني ومعاه 3 حصانة تانيين جداد بقى. فرجعوا برضو خبطوا على بيته وقالوا له الحصان بتاعك جاب معاه 3 حصانة تانيين. فقال لهم مين عارف، ممكن يطلع حظ حلو ممكن يطلع حظ وحش. مشوا المزارعين وهم برضو عمالين بيفكروا في الكلام اللي هو قاله ده، كلام مهم جدا الصراحة. فابن المزارع ده كان واقف بيدرب الحصنة، فحصان راح ضربه فكسر له رجله اتجبست، وراح وقعد على السرير علشان يعمل علاج. راحوا رايحين برضو المزارعين وبلغوه بالموضوع ده، قال لهم يمكن ده حظ وحش او يمكن حظ حلو. الكلام ده مش عارف يفرق دماغهم خالص، لحد ما بعد كده جه مسؤولين من الحكومة وقالوا ان في حرب، بس ما خدوش ابنه علشان رجليه اتكسرت. فشوف القصة دي عاملة ازاي، بتوريك قد ايه ان اي حاجة ممكن تحصل لك في الحياة ممكن تطلع حاجة كويسة او ممكن تطلع حاجة وحشة، مين عارف. اي حاجة بتحصل لك في الحياة مهما كانت سلبية، ايا كانت المشكلة اللي بتحصل لك في حياتك، ممكن تكون بداية جديدة لنجاحات عظيمة. انا قعدت اقرا واشوف كتب واشوف فيديوهات عن ازاي الواحد يفكر تفكير ايجابي لحد ما لقيت الموضوع ده، والموضوع ده عجبني جدا. طريقة التفكير دي عجبتني جدا الصراحة، وانا متأكد انها هتفيدك. مش دايما المعاناة بتكون حاجة وحشة، من قلب المعاناة ممكن يطلع حاجات جميلة جدا، ممكن تطلع إبداعات جميلة جدا. ياما طلعت من وسط المعاناة أجمل الرسومات وأجمل القصايد. الموضوع بالظبط عامل كأنك واقف في حلبة ملاكمة، بتلعب ملاكمة مع واحد، وبدل ما تحاول تضربه أو إن أنت تصد الضربة بتاعته، لأ، أنت بتاخد قوة الضربة بتاعته وتستغلها لصالحك. ده بالظبط اللي طريقة التفكير هتخليك تعمل كده. هو ده بالظبط اللي انت هتعمله مع اي مشكلة تقابلها في حياتك مهما كانت كبيرة او صغيرة. لازم تفضل برضو قاعد مستني وتشوف اخر كارت هترميه قدامك الحياة. جايز ترمي لك كارت وحش وبعد كده في النهاية ترمي لك كارت اجمل منه، يبقى الكارت ده فرصة تبقى حاجة جميلة جدا، تبقى حاجة عظيمة جدا، محدش عارف، تبقى حاجة ناجحة جدا. مش معنى كده ان اي موقف سلبي يجيلك في الحياة ما تتعاملش معاه بجدية، لا، لازم طبعا تتعامل معاه بجدية وتاخد خطوات علشان تعرف تحله. وطبيعي الموقف السلبي ده او المشكلة السلبية هتخليك تحس بحزن او احباط او اكتئاب، عادي جدا. حس بالاحباط او الحزن او الاكتئاب، ما تحاولش تكتمه جواك، ما تحاولش تنكر ان انت بتحس الاحاسيس دي، لانك كل ما تكبتها اكتر كل ما هتزيد معاك اكتر. زي ما قلت لك قبل كده انك ما ينفعش تكبت اي مشاعر سلبية. في ناس بتسأل أسئلة مهمة جدا، هل اللي هيساعدني في الحياة ان انا اتعامل مع المشاكل ان انا اكون سلبي او تشاؤمي او ان انا ابقى واقعي او اي حاجة من الحاجات دي؟ لا، انك تكون ايجابي دي احسن حاجة، انك انت تتعامل بيها مع تحديات الحياة او مشاكل الحياة. احيانا انت ممكن تجيلك مشكلة تحس انها 100% سلبية، انها 100% جحيم، ان مفيش اي خير يجي من وراها، انها مشكلة مميتة، ان مفيش اي حاجة حلوة ممكن تيجي من وراها، مفيش اي حاجة عظيمة ممكن تيجي من وراها. انا ساعات بيحصل لي برضو المواضيع دي، بتجيلي مشاكل في الحياة بحس بعدها ان الحياة انتهت خلاص. بس انا اضمن لك انك انت لو فكرت فيها بنفس القصة اللي انا حكيتها في اول الحلقة هتقدر تطلع منها نجاحات عظيمة جدا جدا. وزي ما قال توني روبنز، ان افضل حل انك تتعامل مع تحديات الحياة هو انك انت تكون ايجابي. الناس اللي بتفكر تفكير إيجابي بتكون أكتر نجاح وأكتر سعادة، وصحتها كمان أفضل، سواء صحتها النفسية أو صحتها الجسدية، وبيكون كمان عندها إبداع أكتر. وعلشان تستفيد من اللي أنا قلته ده، في تمرين مهم جدا لازم تعمله. تعمل مع نفسك تحدي لمدة أسبوع 7 أيام إنك أنت تفكر تفكير إيجابي بس. زي ما أنا ما قلتلك في الأول، أي مشكلة تقابلها في حياتك تفكر إنها ممكن تبقى حظ سعيد أو حظ سيء.
الموضوع ممكن يبقى صعب عليك في الأول، خصوصا لو انت طول الوقت كنت في الأول متعود بقى على ايه، انك انت تقعد تفكر تفكير سلبي طول الوقت، تفكير سلبي طول الوقت. وده بيتطلب منك انك انت تكون واعي وانت بتعمل التمرين ده، لان قبل كده ما كنتش بتبقى واعي بنفسك، يا دوبك المشكلة بتستفزك وبتحس أحاسيس سلبية وخلاص، بتستفزك وبتحس أحاسيس سلبية وخلاص، زي المكنة بالظبط، ما بيبقاش عندك وعي. لكن أنا أضمن لك إن الأسبوع ده هيكون أحسن أسبوع عدى عليك في الحياة. فكر وشوف إيه المشكلات اللي حصلت وإنت كنت فاكر إنها نهاية العالم، وبعد كده حياتك استمرت. فكر. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.